يا نعمة يا غريبة يا بنت الناس الطيبة، عايزة اقولك بتدوب دوبان كده في البق، سهلة وسريعة وبثلاث مكونات بس، ومش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط. حاجة في منتهى الجمال والنتيجة في الاخر فوق الروعة. شايفين الجمال والحلاوة؟ عايزة اقولكوا بجد كانت ريحتها خطيرة جدا جدا وسهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص. ليه بالغالي تشتريها وانت ممكن تعمليها احلى واطعم من المحلات كمان. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا قد ايه سهلة وبسيطة. عندي 3 مكونات بس. اول حاجه عندي 200 جرام من السكر، وده سكر ناعم جدا لازم يكون مطحون طبعا. بعد كده عندي 500 جرام من السمنه، واختاري نوع يكون كويس جدا ولازم تكون بدرجه حراره التلاجة ساقعه جدا. بعد كده عندي 750 جرام من الدقيق. هم دول بس ال3 مكونات اللي انا هستخدمهم النهارده في الغريبه. طبعا لو انت حابه تضيفي فانيليا مفيش اي مشكله خالص، طبعا دي كلها اختيارات بتاعتك انت، مفيش اي مشكله وانت حابه تضيفيها عادي. هبتدي بقى اجيب العجان بتاعي واضيف فيه كده السمنه، 500 جرام من السمنه و200 جرام من السكر، وضروري جدا يكون السكر بودر لانه بيفرق جدا جدا في قوام الغريبه. هبتدي بقى اضربهم بالشكل ده كده مع بعض لحد ما يختلطوا كويس جدا وتنعم معايا بالشكل ده كده، ويديني بقى خليط فاتح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. في الوقت ده بقى هبتدي اضيف الدقيق. عندي هنا 750 جرام من الدقيق، يعني كيلو الا ربع. هبتدي بقى اضربهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين على سرعة متوسطة. ضروري جدا تكون متوسطة في الاول. هبص الاقي كده ان الخليط بتاعي بقى رملي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين وما اختلطش كويس جدا. هبتدي بقى افتح العجان عليه واقلب المعلقه بالشكل ده كده واجيب الجوانب علشان اتاكد ان كل الخليط لف وتجانس بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا لحد دلوقتي مش شغاله العجان على سرعه متوسطه زي ما انتوا شايفين، والخليط لسه رملي. هبتدي بقى انزل الجوانب بالشكل ده كده علشان اتاكد ان كل الدقيق اللي تحت تجانس ولف مع السمنه والسكر، ولسه زي ما انتوا شايفين الخليط رملي جدا. في الوقت ده بقى هبتدي اعلي العجان علشان اخلط الغريبه كويس جدا واعجنها بالشكل ده كده علشان العجينه تنعم معايا وتديني غريبه دايبه زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين قوام العجينه وصل لفين؟ هو ده بقى القوام المظبوط اللي انا عايزاه. شايفين؟ عايزه اقول لكم العجينه طريه جدا، ما تقلقيش منها خالص، هتعرفي تشكليها بكل سهوله. ويا سلام لو شكلتيها في كيس حلواني هتشتغل معاكي برضو. عايزه اقول لك رغم ان هي طريه جدا انا هشكلها بكل سهوله من غير كيس حلواني زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اقلبها كويس واجيب الجوانب كده بالشكل ده عشان اتاكد ان كل الخليط تجانس وان العجينه بتاعتي كلها اختلطت بالشكل ده كويس جدا. عايزه بقى تدخليها التلاجة قبل ما تشتغلي فيها مفيش مشكله، عايزه تشتغلي فيها على طول برضو مفيش مشكله. اعرف ازاي بقى ان العجينه بتاعتي كويسه؟ هبتدي كده اختبرها واخد قطعه على ايدي والفها، لو شققت معايا تبقى هي مش كويسه. بس زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتي في منتهى الجمال. عملت كده 4 قطع بالشكل ده كده وعملتهم تجربه، ولا فرشت مني ولا اي حاجه، بس طبعا الفيديو ده اتحذف مني مع الاسف. في الوقت ده بقى هشتغل بقلب جامد كده وابتدي بقى اكور الغريبه بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. هاخد قطعه بقى حوالي 20 جرام او 15 جرام زي ما انت عايزه، وابتديت بقى اعملها قطع صغيره كده والفها على ايديا على حجم الليمونه بالظبط زي ما انتوا شايفين اهو. عملت صاج بالشكل ده بقى، عايزه اقولك ما خدتش مني 5 دقايق بالظبط وكانت متشكله وفي منتهى الجمال. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. جينا بقى للتزيين. عايزه تسيبيها ساده سيبيها، عايزه تحط لها زبيب وتحط لها فرماسيل شوكولاته شيبس زي كده اللي انت عايزاه برضو مفيش مشكله. يعني التزيين ده بتاعك انت. ويا سلام عليها بقى لو حطيت لها القرنفل اللي بيتباع عند العطار اللي هو المسمار ده، عايزه اقولك بتفرق جدا جدا في ريحه الغريبه، بتبقى في منتهى الجمال. انا بقى بصراحه شكلتها بفرماسيل وبزبيب بالشكل ده كده بسم الله ما شاء الله، وكانت طالعه في منتهى الجمال. طبعا كورت كل الكميه اللي عندي لحد ما خلصت كل العجينه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقولك بقى على الفرن على طول. دخلتها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط. طبعا انا مش هشغل الشوايه خالص، الغريبه ما بتاخدش نار من فوق، انت بتسيبها بس كده على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. مجرد ما تحمر من تحت هتلاقيها دايبه معاكي وطالعه في منتهى الجمال وبتفضل على لونها من فوق زي ما انت شايفه كده. طبعا مش بشغلها الشوايه ولا اي حاجه خالص، هي بتتمسك جدا جدا مجرد ما بتتشمع من تحت وبتحمر من تحت. مجرد ما بتطلعها بالفرن بتشد وبتبقى في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تسويتها سهله جدا وسريعه وبسيطه وما اخدتش مني وقت خالص. وعايزه اقول لكم دايبه دوبان مش متحمله خالص، انا حتى بمسكها صباعي بيعلم فيها زي ما انتوا شايفين كده من كتر ما هي دايبه وناعمه معايا. عايزه اقولك بتاخد في الفرن حوالي ربع ساعه بالظبط ل20 دقيقه.
مش بتتغيب عن كده يعني زي ما انتوا شايفين، وبتطلع معاكي حاجه كده في منتهى الجمال. قومي يلا اعمليها وفرحي ولادك بيها. وعايزه اقولك ده كيلو الا ربع دقيق عمل لي حوالي 4 أو 5 سجان بنفس الكميه دي كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، وبتعمل ضعف ما بتجيبيها من بره كتير جدا. شايفين حاجه كده في منتهى الجمال يا دوبك كده يعني. بسم الله ما شاء الله، كوبايه شاي بس كده وبالهنا يا رب على قلبكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.